اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهاردة هنعمل إن شاء الله مع بعض وصفة حلوة كده. احنا عملناها مع بعض قبل كده بس مش بنفس الطريقة الأولانية كانت مختلفة، والطريقة دي مختلفة تماما. هنعمل مع بعض ان شاء الله صينية بطاطا بالبشاميل وصوص الشوكولاتة، حاجة فاخر من الاخر. يلا بينا نشوف الفيديو هنعمل ايه. معايا كمية بطاطا حلوة كده، قشرتها وغسلتها، وطبعا انا منضفة الرخامة بتاعتي عشان كده انا بقطع عليها. هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وهحطها في الحلة بتاعتي وهديها شطفة حلوة برضو. تمام كده يا حبايبي، تمام كده. هنا بقى معايا كوباية من السكر هنزل عليها، ومعايا باكت من الفانيليا انزل برضك عليها بالشكل ده، وهحطها على النار تستوي معايا. وما بضيفش عليها مية ولا اي سوائل، هي بتنزل السوائل بتاعتها اللي هو المية وبتستوى مع نفسها كده يعني. تمام. هنا بقى نعمل البشاميل بتاعها. معايا لبن، شوية من اللبن حلوين كده، ومعايا معلقتين من النشا كبار عليهم معلقتين من السكر كبار، وهقلبها على البارد كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هنزل عليها كمان بباكت من الفانيليا عشان يدينا ريحة حلوة كده وطعم حلو، ومعلقة من السمنة. هرفع بقى البشاميل بتاعي على النار، وهقلب فيه كويس كده علشان قوامه يتقل معايا. هنا بقى شايفين البطاطا بتاعتي بدأت ان هي تستوي وتنزل السوائل بتاعتها اهي. المية دي هي نازلة منها، انا ما ضفتلهاش اي مية خالص. هنا بقى البشاميل بتاعي تقل معايا اهو زي ما انتوا شايفين اهو. كده البطاطا بتاعتي استوت معايا زي ما انتوا شايفين، ما اخدتش مني والله اي وقت خالص. يلا بقى شوف الفيديو كده معايا، ولو عندك بطاطا تقدري تقومي تعملي لك صينيه حلوه كده وتفرح الاولاد بيها، هيحبوها جدا. والطريقه دي جميله عن ما يكون مسلوقه كمان او مشويه. وكل كل كل حاجه فيها لها طعم، يعني كل وصفه لها طعم. والوصفة دي بصراحة جميلة جميلة جميلة. هنا بقى معايا الصينية بتاعتي، فردت فيها شوية من السمنة كده، معلقة من السمنة محترمة كده. نزلت بقى بالبطاطا بتاعتي بعد ما هريتها، هفردها في الصينية زي ما انتوا شايفين معايا اهو. والسكر بتاعك حسب الرغبة بتاعتك، لو عاوزة تحط فيها رشة من القرفة متاح ليكي، مش عاوزة برضو متاح ليك حسب رغبتك. كده انا بفردها في الصينية ونت زي ما انتوا شايفين. ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، تحط لايك واشتراك في القناة. هنا بقى بعد ما سويتها حلو في الصينية، نزلت بالبشاميل بتاعي عليها، وانا مش عاوزاه تقيل اوي، هو هيتقل معايا بعد ما ادخلها الفرن وتتحمر وتهدى شوية هتلاقيه تقل وتبقى متمسك معاك. تمام يا حبايبي، تمام كده. خلاص كده فردت البشاميل بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. والله العظيم كانت طعمها جميل جميل يا جماعة، انا ريقي جري لها تاني. وهي خلصت اصلا يعني ما عدتش 5 دقايق على بعضها والله. اسكتي بقى. نزلت بقى بمعلقتين من الزيت كده زي ما انتوا شايفين،
وممكن ما تحطش برضك عادي. اسوي بس البشاميل بتاعي عشان حتة عالية وحتة واطية. الله عليك يا ام اشرقت، الله علي. خدت بالكم انتم من الحركة دي؟ اشرقت بنت وقت التصوير عارفة ان انا هصور تيجي تعملي مناحية، اجي اسجل لكم فيديو تيجي تقطعي، اعمل في البيت دي ايه؟ اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله انا عملته وهعمله باذن الله. كده بقى ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 درجة حرارة عالية، ودخلت الصينية بتاعتي. تعالوا بقى نعمل لها صوص شوكولاتة كده عشان نجرنشها وتديها شكل حلو وكمان طعم احلى. معايا معلقتين سكر، معلقتين لبن بودرة، معلقتين ونص كاكاو خام، ربع كوباية زيت، نص كوباية مية. تمام يا حبايبي. ولو ما عندكش لبن بودرة وعندك لبن بالتاني عادي برضو، ربع كوباية لبن، ربع كوباية زيت، معلقتين ونص من الكاكاو الخام. لو ما عندكش لبن برضو تقدري تعمليه بمية، مش عاوزة تحطيه في الخلاط ممكن تعمليها على النار. كده انا حطيته في الخلاط ياخد ضربا مبرحا كده ولا مجرحا. شايفين بقى البطاطا بتاعتي معايا في الفرن اهي بتحمر، والصوص بتاعي خلص معايا اهو. شايفين بقى؟ الله 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 يا سيدي يا سيدي. شايفين بقى الجمال والحلاوة بتاعت ام اشرقات؟ الله علي. هنا بقى حطيت الصوص بتاعي في العلبة زي ما انتوا شايفين كده، وبنجرنشها بقى نديها جرنشة حلوة كده. والله العظيم كانت طعمها جميل جميل جميل. هنا بقى الجمال عدى الكلام، ايوان هو ده الكلام المظبوط. اتمنى انكم تجربوها تطلعوا من الفيديو مستفادين ولو بحاجة بسيطة، واللي يجربها بقى يكتب لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. وكمان صوص الشوكولاتة ده عاتلها تيست وطعم جميل جدا. أنا بصراحة اول مرة اعملها اجربها التجربة دي، بس التجربة ناجحة بإذن الله، جميلة جميلة جميلة. اهو شايفين بقى حاجة واو، ما شاء الله اهو. هنا بقى ببدأ ان انا اقطعها بعد ما حطيت الصوص بتاعي عليها، وهنطلع برضو خرطة مع بعض كده وهنشوفها وهتطلع متماسكة ومش هتتهرد مننا ولا اي حاجة اهو. اتفضلوا بقى معانا. بألف هنا على قلوبكم وقلوبنا يا رب والكل اللي اكل منها. عاوزة اقول لكم ان انا عملت، فبابايا جاي بيقول ايه ده، بقول له بطاطا، بقول لا انا مانيش واكل منها، مش واكل انا من الكلام اللي انت عملتيه ده عشان شكلها يعني، بس ما شاء الله اول ما دها ما اقولكوش دوسنا فيه. هنا بقى شايفين بقى طلعت معايا الخرطة ازاي، ما تردتش مني ولا اتفشولت ولا اي حاجة. اوعى بقى، اوعى بقى على الطعم اللي هيحصل دلوقتي. شايفين بقى؟ ما اقولكوش طعمها كان جامد بصراحة اهو. وهاكل معاكم يعني، العيال واقفين ورايا بيقولوا لي هات اما ندوق، قلت لهم والله ما حد يدوقها الا انا الاول. لذيذ والله لذيذ اهو. والله يا حبايب قلبي اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.